الدين السماوي؟ 3: اليهودية، المسيحية، الإسلام. لا 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 لا. إن الدين عند الله الإسلام، فما نزل على سيدنا موسى وما نزل على سيدنا عيسى وما نزل على سيدنا إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. فسيدنا موسى شريعته التوراة ودينه الإسلام، وسيدنا عيسى شريعته الإنجيل ودينه الإسلام. أما نبينا إبراهيم فشريعته الحنيفية ودينه الإسلام. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام. وهنا اتحد الدين مع الشريعة. وسآتي لكم بأدلة من القرآن تدل على أن الله تعالى لم يرسل رسولا ولا نبيا إلا بالإسلام. يروي المولى جل جلاله قصة عن سيدنا إبراهيم فيقول المولى عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا يعقوب يقص المولى جل جلاله قصة عنه ويقول على لسان سيدنا يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يقص المولى جل جلاله قصة عن سيدنا يوسف فيقول المولى جل جلاله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقص المولى جل جلاله قصة عن سيدنا موسى فيقول المولى جل جلاله: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا. يقص المولى جل جلاله قصة عن سيدنا عيسى فيقول المولى جل جلاله: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. سيدنا سليمان يقص المولى جل جلاله قصة عنه ويقول: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجن المسلم يقول المولى جل جلاله: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبنة التمام ومسك الختام فأنزل الله جل جلاله عليه قوله: إن الدين عند الله